السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنتخب الوطني المغربي. أربعة أسماء من البطولة الوطنية ستكون حاضرة مع المنتخب الوطني في كأس إفريقيا للأمم. 4 عناصر بطبيعة الحال، ممكن يكونوا كثار ولكن جبت أنا 4 ديال العناصر. حارس مرمى و3 ديال اللاعبين، هي ممكن يكونوا كثار من 4 ولكن حتى ولا كانوا 4 شي حاجة مميزة. حنا في كأس العالم اللي فات ديال قطر شاهدنا 3، شاهدنا أحمد رضا السكنوتي كان أصلا حارس الوداد البيضاوي والآن حارس المغرب الفاسي، وكان جبران لاعب الوداد البيضاوي، وكان يحيى عطية الله لاعب الوداد البيضاوي. هادو الثلاثي اللي كان، وحتى واحد فيهم ما كان أساسي. عطية الله شفناه كبديل، كان كيدخل مرة ولعب اكثر عدد وقت ممكن من ديك الثلاثه اللاعبين. يحيى جبران دخل، قليفي دخل، والتساقنوتي ما لعبش بتاتا ولا ولي دقيقه واحده. هذا هو المضمون. ولكن حتى ولا كانوا 4 العناصر في البطوله من البطوله بطبيعه الحال شي حاجه اللي شي حاجه واعره بزاف، وكاملين من الوداد البيضاوي. شي حاجه اللي شي حاجه مميزه بطبيعه الحال. 4 بهم بطبيعه الحال من الوداد، شي حاجه اللي كبيره بطبيعه الحال. 4 ديال العناصر كلهم من الوداد، شي حاجه اللي هي مميزه، شي حاجه كبيره. المهم يكونوا من البطوله وصافي. 4 ديال العناصر بطبيعه الحال. غنبداو بالحارس يوسف موطي، حارس فريق الوداد البيضاوي، 28 سنه، من الحراس الجيدين ديال فريق الوداد البيضاوي ديال البطوله الوطنيه. هو عنده 28 عام، ممكن يكون حارس مستقبلي المنتخب، ماشي مستقبلي بزاف لان 28 سنه ماشي واحد العمر اللي صغير زعما تقول 22 او لا هذيك، ولكن مهم 28 سنه تعتبر من العناصر اللي ممكن. حنا عندنا بونو 32 وعندنا المحمدي 34، اذا ممكن نشوفوا يوسف موطيع بطبيعه الحال في السنوات المقبله مع المنتخب. دابا صعيب باش يكون حتى الحارس رقم 2 لان ممكن يتنافس على الحارس رقم 3 فقط، لان عندنا بونو اساسي والمحمدي احتياطي بطبيعه الحال من شحال هادي. ومشيو لاعب رقم 2 امين فرحه اللي ما عمرو تنادى للمنتخب الوطني، عنده 24 عام، كيلعب قلب دفاع. كما عارفين حنا عندنا السايس والاكرد اساسي لا يناقشان. عندنا الياميق هو الثالث، والرابع هناك تضارب كبير، كل مهاجم رقم 4 قلب الدفاع. هناك الان كتنافس بين اسماعيل قندوس لاعب البطوله بلجيكا، كاين عبقار لاعب الابيس الاسباني، كاين عبد الحميد لاعب في بطوله فرنسا، كاين شادي رياض لاعب ريال بيتيز الاسباني، كاين بزاف د العناصر اللي ممكن يتنافسوا على هذا المركز. اشرف داري لاعب بريست، بدر بانو لاعب قطر القطري، هادو كاملين. سامي ماي لاعب البطوله المجريه، هادو كاملين ممكن يتنافسوا على هذا المركز. نمشيو للظهير الايسر، يحيى عطية الله 28 سنه، لاعب الوداد البيضاوي. لاعب صراحه انا ولا كنت انا المشرف على المنتخب الوطني دخلوا اساسي بدون ما نفكرش دقيقه. المزراوي واعر بزاف ولكن ماشي الجهه ديالو. المزراوي نعملوا احتياطي حكيمين، ممكن لاعب شوط حكيمي، لاعب شوط مزراوي، المهم دبر الحلول. ولكن عطية الله لاعب اساسي لا نقاش لا جدال في ذلك. هذه الصراحه. انا كنت انا مدرب المنتخب الوطني او عندي شي قرار، دخل يحيى عطية الله كاساسي في المنتخب الوطني المغربي بدون نقاش، زعما بدون جدال، بدون حتى حاجه. صراحه هذه هي الصراحه صراحه. وهناك كذلك اللاعب عبد الله حيمود اللي ما عمره لعب في المنتخب الوطني المغربي، لاعب فريق الوداد البيضاوي، من اللاعبين الجيدين ديال الوداد، عنده 21 عام، من اللاعبين الجيدين داخل اسوار فريق الوداد البيضاوي. لاعب صراحه لاعب واعر، ما عمره لعب في المنتخب الوطني. الكوتش الركراكي كيعرفوا لانه درب في الوداد الركراكي موسم، اذا كيعرف عبد الله حيمود مزيان، يقدر يعطيه فرصه وينادي عليه بطبيعه الحال ويعطيه الفرصه. انا مأكد لاعب اصلا المنتخب الاولمبي لما اظن. اذا انا مأكد صراحه هيعطي شي حاجه عبد الله حميد الا تنادى عليه المنتخب الوطني. صراحه هادشي اللي كاين. شكرا للجميع.